السلام عليكم. هنتكلم النهاردة على أبو العنين. أبو العنين رجل أعمال مشهور، اسمه محمد أبو العنين، يعني 3 محمد. مواليد 5 سبتمبر سنة 1951، يعني عنده دلوقتي 74 سنة. ربنا يديله الصحة والعافية. رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا المشهورة، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب. محمد أبو العنين تخرج من كلية التجارة جامعة حلوان سنة 73. أنشأ أول حاجة مصنع السيراميك في حلوان، وأصبح دلوقتي صرح صناعي متكامل بيضم 17 مصنع بيشتغل فيه 16,000 مهندس وفني وعامل. استثمر في مشاريع كتير قوي عملاقة في خليج السويس وسينا، وكمان استصلاح أراضي شرق العوينات. محمد أبو العنين زي كل رجال الأعمال اللي لازم يسيبهم من الحب جانب كده، فتقدم ضده بلاغين للنائب العام بتهمة الاستيلاء على بعض أراضي الدولة، وكانت بتقدر بحوالي 10 مليار جنيه. البلاغ كان متضمن تفاصيل كتير جدا خاصة بالإراضي التي تم الاستيلاء عليها لصالح أبو العنين. أبو العنين بقى لازم كل سنة يسافر يصيف في فرنسا، وأول ما يسافر لازم يركب عربيته البوجاتي السبور، لكن هو وزنه زيادة حبتين فبيكون صعب أوي إن يدخلها. أبو العنين يقال إنه هو عنده ولد واحد أو شاب واحد، بس مش معروف أوي تفاصيل عدد أولاده. أبو العنين مشهور بفيلته الشهيرة اللي في شارع النيل في العجوزة، وهي بتطل فعلا على النيل. دي نبذة صغيرة كده عن أبو العنين. ما تنسوش أختكم من اللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر.